في ناس بتكسب آلاف الجنيهات من الإنترنت من غير منتج ومن غير رأس مال كبير. بس الغريب إن أغلب الناس سمعت عن المجال ده، وقليل جدا اللي فهمه صح. في ناس فاكرة إنه نصب، وناس فاكرة إنه لازم يكون عندك آلاف المتابعين، وناس بتقول إن الذكاء الاصطناعي خلاص قضى على كل طرق الربح. لكن الحقيقة مختلفة تماماً. ولو ركزت معايا في الفيديو ده للآخر، هتفهم مجال ممكن يكون بداية طريقك الحقيقي في الربح من الإنترنت. وكمان في مفاجأة في نهاية الفيديو لو حبيت تبدأ المجال ده فعلاً وتشتغل فيه معانا بشكل عملي. أهلاً بيك في قناة ابدأ صح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفيديو ده يعتبر الدليل بداية لأي حد سمع عن مجال التسويق بالعمولة قبل كده، أو حتى أول مرة يسمع عنه. هقولك المجال ده بيشتغل إزاي، إيه اللي محتاجه عشان تبدأ، الأرباح ممكن توصل لفين، مميزاته وعيوبه، وكمان أهم سؤال بيتسأل دلوقتي: هل المجال ده لسه شغال رغم وجود الذكاء الاصطناعي؟ خليك فاهم، التسويق بالعمولة أو الأفيليت ماركتينج ببساطة شديدة جدا إنك بتسوق لمنتج أو خدمة بتاعت حد تاني، ولو حد اشترى من خلالك بتاخد عمولة. بس كده. يعني تخيل معايا المثال ده: شركة بتبيع كورس ب1000 جنيه. الشركة بتقولك لو جبت عميل يشتري الكورس انت هتاخد 30% عمولة، يعني 300 جنيه. لو جبت 10 عملاء يبقى 3000 جنيه. لو جبت 100 عميل، انت فاهم بقى الأرقام ممكن توصل لفين. الجميل في الموضوع إنك مش بتعمل المنتج، ولا بتتعامل مع خدمة العملاء، ولا بتسلم حاجة. دورك كله إنك توصل المنتج للشخص المناسب. ودي التركاية اللي ناس كتير مش فاهماها. خليني أبسطها لك أكتر. انت دلوقتي أكيد رشحت قبل كده حاجة لأصحابك: مطعم حلو، موبايل كويس، كورس مفيد. بس المرة دي انت بتاخد فلوس مقابل الترشيح ده. ده حرفيا هو التسويق بالعمولة. طيب، السؤال اللي بيجي بعدها مباشرة: إزاي أبدأ المجال ده؟ بص يا بطل، البداية أبسط بكتير مما تتخيل. أول حاجة لازم تختار منتج أو خدمة تسوق لها. ممكن تكون كورسات تعليمية، أدوات رقمية، مواقع، منتجات على أمازون، خدمات تصميم، أو حتى برامج. بعد كده بتسجل في برنامج أفيليت أو نظام تسويق بالعمولة. الموقع بيديك لينك خاص بيك. اللينك ده هو الكنز الحقيقي. أي حد يشتري من خلاله، النظام بيعرف إنك أنت اللي جبت العميل وتاخد العمولة. طيب، بعد ما خدنا اللينك، نروح للسؤال الأهم: نجيب الناس منين؟ وهنا بقى يبدأ الشغل الحقيقي. في طرق كتير جدا. مثلا ممكن تعمل قناة يوتيوب زي اللي احنا بنعمله هنا، تشرح منتج، تعمل مراجعة وتحط اللينك في الوصف. ممكن تستخدم تيك توك أو إنستجرام، فيديوهات قصيرة، محتوى بسيط وترشيح للمنتج. ممكن تعمل موقع أو مدونة، تكتب مقالات عن المنتج. ممكن تستخدم جروبات الفيسبوك، أو حتى تعمل قناة تليجرام. الموضوع كله إنك تبني مكان يجيلك منه ناس مهتمة. وده اللي بيفرق بين مسوق عادي ومسوق شاطر. المسوق الشاطر بيفهم الناس بتدور على إيه ويقدم الحل، مش يبيع وخلاص. وبالمناسبة، لو وصلت لهنا يبقى أنت كده ناوي تبدأ صح فعلا. فما تنساش تشترك في القناة وتديني لايك عشان أعرف إن المحتوى ده مهم ليك، ونكمل في السلسلة دي. نكمل كلامنا. دلوقتي خلينا نتكلم بصراحة شوية عن الأرباح. هل المجال ده فعلا بيكسب؟ الإجابة آه، وبيكسب كويس جدا. لكن مش زرار تضغط عليه. في ناس بتعمل 200 أو 300 دولار في الشهر، وفي ناس بتعدي آلاف الدولارات. والفرق بينهم حاجة واحدة بس: الاستمرارية. اللي بيجرب أسبوع ويزهق مش هيكسب، لكن اللي بيشتغل شهر ورا شهر بيبدأ يشوف النتائج. خليني أقولك على ميزة قوية جدا في المجال ده: إنه قابل للتوسع. يعني ممكن تبدأ بمنتج واحد، وبعد كده يبقى عندك 5 منتجات، وبعدها 10 منتجات، وبالتالي دخلك يزيد. الميزة التانية إنك مش محتاج رأس مال كبير. ممكن تبدأ حرفياً بموبايل وإنترنت بس. الميزة التالتة إنك شغل من أي مكان في العالم. الميزة الرابعة إنك ممكن تبني مصدر دخل شبه سلبي. يعني فيديو واحد على يوتيوب ممكن يفضل يجيب مبيعات شهور أو سنين. لكن عشان نكون صرحاء شوية، في عيوب برضه. أول عيب إنك محتاج صبر. مفيش أرباح في أول يوم. تاني عيب إنك محتاج تتعلم شوية مهارات، زي كتابة المحتوى، التسويق، فهم الناس. لكن مع الوقت الخبر الحلو إن المهارات دي بتتعلم بسهولة مع الوقت. طيب، خلينا نجاوب على السؤال اللي ناس كتير بتسأله دلوقتي: هل التسويق بالعمولة هينتهي بسبب الذكاء الاصطناعي؟
الإجابة القصيرة لأ. خليك فاهم، الذكاء الاصطناعي أداة يساعدك تعمل محتوى أسرع، يساعدك تكتب سكريبت، يساعدك تعمل صور، لكن البيع الحقيقي بيجي من الثقة، والثقة بتيجي من إن في شخص حقيقي ورا المحتوى. عشان كده المجال ده بالعكس هيكبر أكتر مع الذكاء الاصطناعي، لأن اللي فاهم اللعبة هيستغل الأدوات الجديدة ويكبر أسرع. طيب، دلوقتي خلينا نتكلم عن شوية تريكات مهمة جدا. أول تركاية: اختار منتج كويس، منتج فعلا بيحل مشكلة، مش أي حاجة وخلاص. تاني تركاية: ما تبيعش للناس بشكل مباشر، قدم قيمة الأول، اشرح، علم، ساعد، وبعد كده رشح المنتج. تالت تركاية: اختار نيتش واحد، يعني مجال واحد تركز فيه، زي الربح من الإنترنت، التعليم، الصحة، التكنولوجيا. التركيز بيخليك تكبر أسرع. رابع تركاية: اصبر، اللي بيكسب في المجال ده هو اللي مكمل، مش اللي بدأ وخلاص. وخليني أقولك على خطأ ناس كتير بتقع فيه، إنه يفضل يتعلم ويتعلم لكن ما يبدأش. المجال ده بيتعلم بالتجربة، مش بالكورسات بس. ابدأ، غلط، اتعلم وكرر، وده الطريق الطبيعي لأي حد نجح في المجال ده. نيجي بقى للمفاجأة اللي قلتلك عليها في بداية الفيديو. لو انت حابب تبدأ مجال التسويق بالعمولة وعايز منتج كويس تسوق له، احنا فاتحين دلوقتي فرصة انك تشتغل معانا كمسوق بالعمولة، بنسبة عمولة محترمة جدا، ومنتجات رقمية مطلوبة. يعني لو عندك جمهور أو حتى ناوي تبدأ، تقدر تشتغل معانا. كل اللي عليك تتواصل معانا على واتساب، الرابط موجود في التعليق المثبت تحت الفيديو. اتواصل وقول انك جاي من قناة ابدأ صح، وإن شاء الله نشرح لك التفاصيل كاملة. في النهاية، خليني ألخص لك الزتونة بسرعة. التسويق بالعمولة هو إنك تسوق لمنتج وتاخد عمولة على كل عملية بيع. تقدر تبدأ من غير رأس مال كبير، محتاج تتعلم شوية مهارات بسيطة، ومع الاستمرارية ممكن يبقى مصدر دخل قوي جدا ليك. ولو الفيديو فادك، اعمل لايك واشترك في القناة عشان توصلك الفيديوهات الجديدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.